كثير من الحراس البارزين، محمد الشناوي، ياسين بونو، لوكا زيدان، كثير من الأسماء، لكن السؤال من الأبرز وخطف هذه الأضواء في دور المجموعات من الحراس؟ إذا كان تحكي على الأضواء فماش واحد اختطف الأضواء أكثر من لوكا زيدان بحضور والده أولا. ثانيا أنه عمل زوز مقابلات ولم يسجل له أي هدف كلين. ثالثا وأنه عنده 3 أو 4 تصديات كانت ممتازة جدا. ثم أكثر من هكا علاش نختاره هو؟ لأنه فما تحدي، فما رمزية في حضور لوكا زيدان في الفريق الجزائري. رمزية بطبيعة الحال الجذور والعودة إلى الجذور اللي ما رجع لهاش الأب ورجع لها الابن، وهي حاجة نادرة جدا أنه الابن يرجع للجذور بتشجيع من الأب الذي اختار الفريق الفرنسي. ثم كنا الحقيقة معناها كنا نتساءل، ولا واحد منهم كنت أتساءلوا هل أنه لوكا زيدان يلعب في الفريق الجزائري على خاطر اسمه اسم بوه والا هو حارس ممتاز. الحقيقه في زوج مقابلات اللي مقبل فيهم حتى هدف قدم لي بدايه اجابه وانه فعلا حارس ممتاز. السؤال تتكلم بصراحه اكثر، هو الافضل؟ هو الافضل هو الافضل. حسام الدين احمد، نعم، من الافضل من الحراس؟ انا اقول ياسين بونو. ياسين بونو من المغرب. ممكن أن كثير من كما أخي أن يقول أن، لكن لا يكون هناك في مرمى ياسين بونو لم يكن كثير من التسديدات، لكن لابد أن نرجع في المباراة الافتتاحية جزر القمر. لا، جزر القمر وتصديه بالانفراد والمغرب لما كان النتيجة 1-0 لمنتخب المغرب. نعم، كان فرصة لمنتخب جزر القمر أن يعود في النتيجة. هذه الفرصة. نعم، هذه. وإن كان هناك حارس آخر دون ياسين بون أظن أن سيكون هدف، لكن بهدوء وخبرة كان ياسين بون في مكان مناسب ورفض الهدف. أقول أن ياسين بون هو الأفضل، وأيضا أن ياسين بون يلعب دور كبير في الدفاع والقيادة. نعم، وهو الذي يبدأ اللعب في رجليه. نعم. ثم إلى دفاع، فهذا بداية الهجمات، وهو القائد الفعلي ليس ويبدأ الهجمات، ليس فقط في حماية المرمى. نعم. ولكن يلعب دور كبير في تنظيم الدفاع. وجهة نظر كذلك محترمة. طبعا محترمة. بدر الدين، شوف، هو في دور المجموعات كان فيه فصيلين من الحراس. في حراس مخضرمين تعرفهم إفريقيا وهم يعرفون إفريقيا على غرار. ياسين بونو، إدوارد ميندي حارس المنتخب السنغالي، وايضا محمد الشناوي حارس المنتخب المصري. شاهد نظرات فتحي كان يقول فتحي بدر عفوا ان انت دبلوماسيتك كثيره. لا. وقد تراضي الكثير أبداً. ولا تريد ان تتكلم بصراحه. انا جيد. يلا هذه نظرات فتحي. انا قريت نظرات فتحي. يا مشاري تقرا له في افكاره. لا هو نظرات صحيحه فتحي. هي بلاتو نتاع رياضه ولا وزاره خارجيه؟ طيب شوف. طيب. كلامي صحيح. الحراس الذين قدموا اوراق اعتمادهم في هذه البطوله. طيب اوكي. لوكا زيدان حارس المنتخب الجزائري، ايضا حارس جزر القمر، لا يمكن ان ننسى هذا الامر. نعم. اذا كان منتخب جزر القمر لم يستقبل يمكن غير 3 اهداف ولا 2 هدفين فقط. نعم. فالفضل يعود الى حارس المرمى. لكن الافضل، بصراحه انا اخترت افضل منتخب او افضل تشكيله وضعت على راسها من محمد الشناوي، عطفا على عدد الانقاذات في المباراتين الاوليين. يعني الرجل كان يعني هو الابرز. طبعا هو الابرز اكثر من ياسين بونو. اكثر من ياسين بونو، واكثر من لوكا زيدان. اكثر من لوكا زيدان. هذا اختيارك وقناعاتك. طبعا اختياراتي هي منسجمه مع هذا المبدا، مبدا التصديات. حارس قدم، خاصه اذا كان المنتخب المصري فاز على منتخب جنوب افريقيا ب10 لاعبين، فالفضل كان يعود بالاساس لمحمد الشناوي. تكلم بصراحه. ونظراتك اذا نظرات فتحي لا استعجل صابر. حتى انت مش تمشي في نفس الناس. لا نقعدوا نعملوا برنامج وحدنا. هذا يصير خارجيه، هذا لا نعطي فرصه صابر. فتحي اما ان نكون معك او احنا دبلوماسيين. لا مش معايا. لا اختار لا بالطبع. انا حبيت التنوع.
معناها الشناوي شكون احنا حتى لا انت حبيت تنوع، اما اختيارك منطقي نبقى نزيد نحلل ندخل نتعمق. إيه. وثم الشناوي ما يستحقش لا هاد بس فتحي. بس عفوا الشناوي ما يستحقش هاد عفوا فتحي. لوكا زيدان يستحق شهاد. لا طيب فتحي، من وضعت انت كحارس مرمى لافضل تشكيله في دور المجموعات؟ تشكيله فتحي حطيت بدر الدين الادريسي. ايوه ارجع للفار ونشوف. لا حطيت الشناوي. ما وضحت الشناوي معناه الشناوي بالنسبه وبررت. الشناوي اوقف وحده فريق جنوب افريقيا في الشوط الثاني. الان حبينا ننوعوا وقلنا الشناوي موجود عشان الناس تفهم. الشناوي موجود. لا اننا احيانا نمشي في اطار قناعاته. قناعاته كم اختيار. بالطبع قناعاتي. بس كلمه تتعمق، هم يتعمقون، هو اجتهاداتهم ايضا يعني. انت الوحيد التي تتعمق. لا يعمل ياسر دبلوماسيه. اثر عليه. هو اثر عليهم الكل. تريد الصراحه؟ الصراحه مع صابر. واقع. تفضل يا صابر. الصراحه حتى الصراحه راحه انه المنطق مع كل الاختيارات. ليه لازم اختلف؟ ليه ما يكونش لوكا زيدان فعلا من افضل حراس مرحله المجموعات؟ ليه ما يكونش ياسين بونو؟ صحيح. حتى الحارس السوداني بموقفه الرائع واصراره على البقاء في الملعب رغم الاصابه اللي كان بيعاني منها، جميعهم الحقيقه كان رائعا. ولكن انا اذا كنت مضطر للاختيار من بين هؤلاء الحراس العظام طبعا هختار الشناوي، لانه طبعا مش هزيد كتير عن الكلام اللي قاله اخويا بدر على الشناوي. قدم مباراه استثنائيه امام جنوب افريقيا وكان من اهم اسباب الفوز. كمان الشناوي عمل رقم قياسي رائع. تخيل هو لثالث مرة يحصل على جائزة أفضل حارس في مرحلة المجموعات. في نسخة 2019 حصل على جائزة أفضل حارس في مرحلة المجموعات، وفي نسخة 2021 التي لعبت في 2022 حصل على جائزة أفضل حارس في مرحلة المجموعات، والمرة دي بيعملها للمرة الثالثة جائزة أفضل حارس في مرحلة المجموعات. أداء رائع جدا، تحمل جزء كبير جدا من عبء المباراة في الشوط الثاني. أنت بتلعب أمام منتخب قوي جدا ومدجج بالنجوم في خط الهجوم وهو منتخب جنوب أفريقيا. تحمل مع بقية المدافعين عبء المباراة على مدار شوط كامل. الخبرة ظهرت بشكل كبير، ولكن اختياري لمحمد الشناوي لا يمنعني أبدا من الإشادة ببقية حراس البطولة، وفي القلب منهم كنسبة هو الأعلى بالنسبة لك كاختيار. في رأيي الشخصي أعلى بعض الشيء من لوكا زيدان ومن ياسين بونو، عطفا على الاختبارات اللي تعرض لها كانت أكثر شراسة. يعني اختيارك منطقي من رأيي منطقي عشان من رأيي أصل هي في الآخر وجهات النظر دي. الحياة وجهات نظر. طيب حسام الدين أحمد. نعم. وحديثنا عن الحراس، لو كنت أنت مدرب من سيكون حارس المساء الرياضي ما بين فتحي وصابر وبدر الدين إدريس؟ من تختار؟ حارس المرمى. بدر الدين. هو حارس المرمى لأنه هو حارس. حارس بطبيعته. حارس يعرف أنني حارس للمنطق وحارس للدبلوماسية. طيب ندخل في حسام الدين. من القائد؟ القائد أنا القائد. أنت المدرب وأنت الحكم وأنت القائد وأنت القائد والخصم والحكم. لكن المدرب هو القائد. نقول أن المدرب هو القائد. نقول أن هناك لاعب قائد، ولكن المدرب هو الذي يكرر كل شيء. والله يا رب والقائد معك. أنا معك يا بدر. اللي تعملوا فيه في حسين حرام عليكم. الراجل كان بالفطرة متواضع جدا، ولا أصبح مدرب وقائد. ما معنى قائد؟ هو الذي يقود. هل اللاعب يقود أو المدرب؟ المدرب. لكن هناك قائد في الملعب، يعني العميد. يعني هذه الشوروية فقط. ستعمل كما عمل خلت، كان مدربا وقائدا وتنزل لله. حسام الدين أنت مدرب، لمن ستعطي شارة العمادة؟ القيادة. لمن ستعطي؟ أم الدنيا. الله فسر ما تفسر يا أم الدنيا مصر. أم الدنيا. والله راضي الكل. لكن صديقك فتحي ما لم يتم اختياره. لكن كلنا نعرف أن الأم له قيمة كبيرة نعم. وله وضعية كبيرة، مكانة كبيرة، يحترم الآخرين. نعم. ويسعدهم ويحفظهم. نعم. لابد أن يكون أم الدنيا. شكرا لك عساف. لا يا فتحي. لا فتحي أعطاه مهاجم الفريق. مهاجم الفريق. ايوه مهاجم والهداف.
وننتظر منهم الأهداف. والله خفت في وقت ما لا يحطني على البنك. جميل. السودان